الف مليون مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقط والضغط على بيراميدز. طبعا كلنا عارفين ان بيراميدز متصدر الدوري بسبب فرق المباراه اللي بينه وبين النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب كل المؤجلات بتاعته وهو يتصدر الدوري. لما نقول ان وسام ابو علي افضل مهاجم في مصر محدش يفتح بقه. وسام ابو علي هو اللي عمل الاسيست بتاع الجول الاول لحسين الشحات ما بين 5 مدافعين. لو اتفرجت على حلاوه الهدف الاول فهتلاقي الهدف الاول هات وخد ما بين حسين الشحات وسام ابو علي اللي حطها له متقشره وبقول له هات جول يا حسين. شفت بقى يا عم كولر فرق بين وسام ابو علي وما بين اي مهاجم في النادي الاهلي؟ ربنا يكملها على خير وتكمل مع النادي الاهلي بدون اصابات، لان انت من ساعه ما جيت النادي الاهلي حصل لك مرتين اصابه وبعدت عن النادي الاهلي، وان شاء الله مستواك يعلى اكتر واكتر وتستمر مع النادي الاهلي. في عز بقى انشغالنا مباراه النادي الاهلي وفاركو، فكان في فجر تحكيمي في مباراه بيراميدز وسموحه. من كتر الفجر اللي بيحصل في المباراه الاستاد ولع وهيأجلوا المباراه. طب هيأجلوها هيلعبوها امتى يا عم سمير؟ لسه لحد الان مفيش اي قرار. عارف بقى الملعب ولع ليه؟ عشان جماهير نادي الزمالك بدأت تشجع بيراميدز، وجماهير نادي الزمالك نحس على اي فريق، فلما بدأت تشجع بيراميدز ولعت في الاستاد بالكامل. بس كده، يلا سلام.